داخل شقة في الجيزة، كانت البلوجر الشهيرة تمارس نشاطا إجراميا ومعها شخص آخر يعاونها. قالت إن هو زوجها العرفي، وحينما رهمت قوات الأمن الشقة اللي كانوا فيها كشفت عن مفاجآت بداخلها. تفاصيل مثيرة في القصة أدت لصدمة المتابعين وكل من بيتابع القضية الذين يعرفون جيدا البلوجر آية إيهاب، وانتابتهم مفاجأة وصدمة من الخبر. ألقى قوات الأمن القبض على البلوجر والشخص اللي قالت إن هو زوجها عرفيا، والتهمة بحيازتهما مواد كبيرة من مخدر الحشيش حوالي 860 تربة بقيمة 8 ملايين جنيه. المعلومات الأولية المتوفرة في القضية كشفت عن أن البلوجر آية وزوجها رامي اتخذوا من هذه الشقة الكائنة في منطقة حدائق الهرم وقرا لمزاولة نشاطها الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك بصفة مستمرة، الأمر الذي سيزيد من العقوبة المتوقعة عليهم حال ثبوت الجريمة. وضبط بحوزتهم هاتفين محمولين ومبلغ مالي و4 سيارات.